رابطة الأندية تعلن مكافأة 10 مليون جنيه لبطل كأس الرابطة مقارنة ب5 مليون فقط لبطل الدوري، مما يثير الجدل حول التوزيع المالي. تأخر صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي بسبب خلافات في نسبة إعادة البيع مع محاولات مستمرة لإتمام الصفقة. إمام آشور يكثف برنامجه التأهيلي للحاق بمباراة بيراميدز. أحمد رضا يغير رقمه في الأهلي إلى الرقم 8 ومصطفى العشي إلى الرقم 20 بقرار من الجهاز الفني. الأهلي يفرض السرية على معسكر الإعداد ويمنع بث المباريات الودية ضد إنبي وسيراميكا لتطبيق خطط تدريبية خاصة. عبد القادر يشارك مؤقتا في تدريبات الأهلي بقرار من المدرب ريبيرو حتى حسم موقفه النهائي مع النادي. أليو ديانج يعترف بتواصل بيراميدز معه عبر وكيل اللاعبين، لكنه يفضل الانتقال لدوري سعودي حال عدم التجديد مع الأهلي. ديانج يخشى فقدان مكانه في منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في حال لم يشارك أساسياً. منافسة بين آيدهوفن الهولندي والاتفاق السعودي لضم موفوكينغ لاعب أورلاندو، واللاعب يفضل أوروبا. الأهلي يرفض بيع رضا سليم لأندية المغرب بسعر منخفض وينتظر عروضاً من الخليج. التونسي ريان رحيمي ينفي تواصل الأهلي معه، لكنه يرحب بالفكرة. رابطة الأندية تدرج في لائحة الموسم الجديد غرامة 40,000 جنيه زائد إيقاف مباراة للإساءة للاتحاد أو الرابطة، مضاعفة العقوبة للتكرار، الإيقاف 3 مباريات وغرامة 100,000 جنيه للبصق على الجماهير.